السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. في البداية كده اذكروا الله وصلى النبي عليه افضل السلام. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد لايكات يا جماعة النهارده، عشان الفيديو ده طرش جدا جدا جدا. عشان آخر يوم سمعت كلام كده، قال لك الناس بتقول ايه ده، احنا نعتزل اللعبة عشان المود الجديد ومش عارف ايه والمود وحش والكلام ده كله. يا جدعان يا جدعان، ده انا خدت من المود من أول يوم يا جدعان. طيب واحد دلوقتي متكبر، مؤاخذة يا جدعان. فيا جدعان على فكره مش فاهم انتوا مش حابين المود في ايه، والله العظيم مود جامد، بس هو بس محتاج شويه كده ايه تفكير ودماغ وتكتيك بزياده. عشان المود ده بسم الله الرحمن الرحيم، المود صغير، مش عارف بيقولوا صغير ولا ايه، انا بيقولوا عليه كبير بس انا شايفه صغير. انا شايف المود بتاع اللي فات كان اكبر من ده، معرفش. انا شايف ان اسمه ايه ده اللي فات كان اكبر، وكان يعني اللي هو ايه الكفرات بتاعته كانت اوحش من ده. ليه بقى؟ بص يا معلم، دلوقتي المود ده كان مش كان استغفر الله العظيم اللي انا بقوله ده. المود ده يعني كفراته اللي هي ايه مش قد كده، اكتريه اسمه ايه ده مش قد كده، اللي هو مش اللي هو مش حلوه، لا هي حلوه ولكن مش كتير قوي. ازاي بقى؟ الكفر مثلا عباره عن انك تكون تحت سلم، يعني مثلا السلم كده نازل لتحت، فانت تاخد البتاع اللي هو انتوا فاهمين قصدي ايه، وتطلع تضرب من فوق، تعمل مثلا تبريكات من فوق وتطلع والكلام ده كله، تطلع وتنزل تحت كوب وتنزل الكلام ده كله، مثلا في صندوق في النص الكلام ده كله. لكن اكتريه الحاجات بتبقى اوبن، تمام؟ فالكفرات هنا ما بتبقاش كتيره، فهنا نسبه اعتمادك على ردة فعلك هي لازم تكون اعلى حاجه. ليه بقى؟ عشان هنا زي ما بقول لك اوبن، تمام؟ فهنا اعتمادك على ردة فعلك لازم تكون اسرع واقوى. طيب يا عم ابو الفراعنه، او يا عم محمد، او اي حاجه ما علينا مش تفرق. تمام. ازاي اعترفت المود يا عم محمد؟ طيب تعال نحكي لك قصه كده بسيطه كده. انا القصه دي هي حاجه بسيطه جدا جدا جدا. لقيت شباك قدامي، اكيد هخش فيه، مش هنزل اسمه ايه ده مش هنزل في الارض اوبن. انا كده اصلا يعني انا طبيعي كبني ادم انا لازم المح ان هو ايه، هل في كفرات في الارض اقدر اخدها وكده ولا لا. واكيد افكر في دماغي، اكيد يعني انا واحد بعرف حتى اشغل دماغي ب2 جنيه في اللعبه او في اي حاجه عامه. فهلمح اكيد اسمه ايه ده ان انا اكيد لو نزلت بيت احسن ما هنزل في الارض، صح كده، في الاوبن، حتى لو في كفرات وكده والكلام ده كله، بس ممكن الاقي حد ورايا مسك سلاح قبليه نزل الكلام ده كله. فانا هنا فكرت ان انا ايه، اكيد هنزل بيت هيكون احسن، بحيث ان انا ايه اكون واخد كفر من ظهري، ويكون اسمه ايه ده الفايت كله على قدامي. انا قصدي ايه، لان انا نزلت شباك، نزلت على اللي هو الطرف اللي هو بتاع الشباك اللي من بره ده، رحت داخل على طول. انا لمحت الشباك وانا نازل، فاهم يعني؟ انا يا دوبك نزلت كده عادي. انا عارف ان النزله الصحيحه من 830 ل 800، ما تقللش عن كده، على حسب ما المود يكون بعيد عنك والكلام ده كله. الكلام ده كله لازم تعرفه. ولكن انا دلوقتي نزلت كاي بني ادم عادي، لمحت الشباك قلت اخش فيه اكيد احسن، والكلام ده كله على فكره بيبقى يعني اللي هو ما بياخدش ثانيتين في دماغي، بس انت هتشوفه عالي انا عارف. ولكن اسمه ايه ده ولكن انت لما تتعود انك تشغل دماغك بسرعه والكلام ده كله، ولكن تشغل دماغك بسرعه في الصح، ما تشغلش دماغك اسمه ايه ده بسرعه وتجيب لي افكار غلط. ما هو ده كده غلط. وعايز اقول لك حاجه، مش ان معناها ان انت مثلا بقيت جامد والكلام ده كله عندك تكتيك، حتى لو انت عندك اقوى تكتيك في العالم، انك مش هتخسر او مش تغلط، او مثلا دماغك مش تقف على فكره واحده. لا، احنا بنلعب يا حبيب قلبي، بعدين احنا بني ادمين، ممكن في اي لحظه كده تلاقي فجاه نفسك افتكرت حاجه كده مثلا من 48 ساعه، من 72 ساعه، عادي جدا بهوقت لك لعبك. يعني بص يا جدعان، عشان الكلام ده، عشان لو ما حدش يطلع يقول لي انت بتقلد ومش عارف ايه، انا بتابعه، اكيد انتوا عارفين مين اللي بيقول كده، انا بتابعه وبحبه جدا جدا جدا، وهو اللي معلمني اللعبه، فما حدش ليه دعوه بعد اذنك، تمام؟ فهتلاقي ايه دماغك خلاص طارت، ما بقتش موجوده، ونفسك حازق على فكره. مثلا اللي هو ايه، انا مثلا كنت في مره مثلا اللي هو ايه 3 تمام، فانا ماسك كفر، ماسك طوبه، كان المفروض ان انا اعمل ايه، ان انا اخد البتاع اللي هي اسمه ايه ده الحقيبه دي اللي هي بيمسك معاها السيوف ويتشقلب، انت عارفينها البتاعه دي، مش هقعد اوصفها بقى، تمام؟ كان المفروض ان انا اخد البتاع وابعد، مش هيعرفوا يجيبوني عشان البتاع تبقى سريعه والكلام ده كله، واحده في واحده، فمش هيعرفوا يجيبوني، تمام؟ بس انا حسيت على فكره، انا هقول لك اهو دماغي وقفت على فكره.
ايه هي بقى؟ ان انا هلعب من ورا كفر وهشيلهم، اطلع انا انزل واعمل، انزل واضرب، اطلع واضرب وانزل، اطلع اضرب وانزل. في الاخر ايه؟ في الاخر بلعت. ليه؟ عشان دماغي وقفت على فكره واحده، وده عادي على فكره. ولكن هتعمل اسمه ايه ده، هتعمل الكلام ده كله اللي هو ايه، هتقدر هتقدر نفسك ان انت عادي والكلام ده كله، هتلاقي نفسك بتستمتع والكلام ده كله واسمه ايه ده، وهتلاقي نفسك بتجيب كلات الخ الخ. ولكن ممكن ما تتطورش، ممكن ما تتطورش. ليه؟ اهم حاجه بقى، اهم حاجه انك ممكن ما تتعلمش من اغلاطك. يعني مثلا انا مثلا في الفايت اللي انا كنت بقولك عليه، ان كان قدامي سكواد او 3 واصريت ان انا اطلع اضرب من فوق الكفر وانزل، هل انا بعد اما مت فكرت ان انا مت ليه؟ لو الاجابه عندك انت سأل نفسك السؤال ده، مالكش دعوه بيا. انا اكيد طبعا قلت ان انا حسدت على فكره، فانا ده كده احاول على قد ما اقدر ان انا المره الجايه اتفادى ان انا احزق على فكره واحده، وتكون دماغي مجدده بالافكار، بمعنى ان انا يكون في دماغي كذا فكره. طيب فانت لو اجابتك كانت في السؤال ده لا، انك ما تسالش نفسك وعلى طول، ومثلا يلعن ابو الكمبره، يلعن ابو الكتره كتير، مثلا واحد غدرك من ورا يلعن ابو الغدر، يلعن ابو، طيب ماشي انا معاك ان هو غدار ومش عارف ايه والكلام ده كله، طيب انا معاك ان هو غدار وكل حاجه والكلام ده كله، ان هم كتير والكلام ده كله، ولكن انت لازم تسال نفسك ان انت لازم تعرف لا مؤاخذه ان انت غلطان، انت دماغك وقفت على فكره واحده. هو ده غلط عامه، بس ده بيحصل معانا كلنا غصب عننا، تمام؟ بس نحاول ان احنا ايه، نقلل منه على قد ما نقدر. تمام. وغير كده انت اديته ظهرك، يعني مثلا لو واحد غدرك او واحد كمبر لك الكلام ده كله، انت اديته ظهرك، فانت اللي اديته فرصه ان هو يغدرك. وغير كده بص انا بشغل دماغي ازاي، قسما بالله الجيم ده في اول المود. شوف انا طلعت كده ليه، الذكي اللي هيعرف انا طلعت كده ليه فوق بالبتاعه دي، عشان اشوف اسمه ايه ده الناس فين، اعرف اماكن الناس والكلام ده كله. شوف الذكاء، قسما بالله العلي العظيم، ده الجيم ده في اسمه ايه ده في اول يوم نزل فيه المود، كان تاني جيم العبه في المود. انتوا متخيلين يا جدعان؟ بقيت بعرف افكر وتكتك واروح يمين وشمال وهندل والكلام ده كله. بص شفت طلع عند الصندوق عشان اجيبه ازاي، شفت جبته منين؟ فكك بقى من هو بوت، بس هو ما كانش يتوقع الحركه دي، هو ما يتوقعش الحركه دي، فكك من ان هو بوت، هو ممكن يكون بوت فعلا، ممكن يكون مانوال، بس انا شايفه بصراحه ان هو بوت، ما اكدبش عليكم. ولكن انت شوف الدماغ، قسما بالله تاني جيم في المود، في اول يوم في المود، قسما بالله العلي العظيم تاني جيم في اول يوم في المود، انت متخيل؟ وبطلع فوق بالبتاع عشان اشوف الناس والكلام ده كله، بقى ماسك هاي جراوند عليهم واشوف هم فين على الاقل، واسمه ايه ده بشغل دماغي، اروح يمين اروح شمال بتاع، فانتوا فاهمين. وهشرح لكم دلوقتي فايت قوي جدا، واحد جاب صاحبي، وشوف انا جبته ازاي، برغم ان كانت المكنه المنتنه اللي هي اسمه ايه ده اللي بتعمل صوت دي شغاله وما كنتش عارف اسمع حاجه. طب يا اخواتي ركزوا هنا كويس في الفايت ده، عشان الفايت ده جميل جدا، وشوفوا الغلطه اللي على الخصم عملها. تمام، هنا انا سامع واحد، ولكن البتاع الله يسامح اللي حطها في المود دي مش اللي هو ايه، ملغوشه عليا، مش عارف اسمع الاصوات كويس بسبب البتاعه دي يا جدع، بتاعه مقرفه بصراحه. ولكن شوف هتعامل مع الفايت ازاي. انا هنا سامع واحد قدام، فبحاول اللي هو ايه الغوش عليه، هو كمان متلغوش عليه بحوار الصوت، فانا بحاول الغوش عليه واحد صاحبي، فانا رحت ضربت بريفر، رحت راجع. هنا الجويستيك وقفت، عايز اقول لكم حاجه، ان الجويستيك وقفت وزرار الضرب كان واقف، بس برغم كده شوف عملت ايه. هنا سمعت ان هو قدام، فعلى طول رحت نوت صاحبي وكملت. تمام، ضربت بريفاير بسحبه على الناحيه الثانيه اليمين. ليه؟ لان انا كده بوسع جوه لنفسي، فاهمين اي حاجه؟ تمام، فهنا عملت البرون ده غلط بصراحه، بس انا كنت متوقع ان هو يخش اسمه ايه ده هيطلع من الكفر، فلو كان طلع من الكفر كان هيبقى البرون ده صح مليار في المية. ليه بقى؟ لان انت تحت، هو هاي جراوند، فانت عامل برون، فانت تحت، هو مش شايفك كويس، انت نزلت تحت اكتر فهو مش شايفك كويس، فاهمني انا قصدي ايه؟ فانت اسمه ايه ده هتجيبه وهو مش شايفك، ولكن لو ايمك خبط في البتاع خلاص انت خسرت. فانت لازم عشان تعمل الحركه دي لازم كويس جدا 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 اسمه ايه ده تكون متمكن من الايم بتاعك وواثق في نفسك. تمام، غير كده انا شفت انا بعمل كده يا جدعان، بعمل بالبتاع لفوق عشان اشوف في ناس والناس فين وبتاع والكلام ده كله، فاهمين الناس دي يعني. شوف الدماغ شغاله والله. وغير كده عايز حاجه، اهم حاجه ما تنزلش بالله عليك
في اول جيم او مثلا وانت لسه مش متعود على المود ما تنزليش نص، بالله عليك ما تنزلش نص، انزل طرف، انزل البيت. اهم حاجه تامن ظهرك. يعني والله يا عم لو في النص حاجه مأمنه لك ظهرك والفايتات كلها تبقى من قدامك بس، والله انزل نص، لكن غير كده اوعى تنزل نص خالص، لانك غير كده مش متعود على المكان، هنا ايه وهنا ايه، منين بيودي على فين، فاهمين قصدي ايه؟ فيا جدعان عشان نلعب المود كويس لازم نفكر في كل ده. هو الافكار تبان ان هي كتيره والكلام ده كله، بس قسما بالله ما هتاخد منك 5 ثواني في الجيم، والله العظيم هتاخد منك 5 ثواني في الجيم، انت تعود بس، تعود اتعود اتعود. وباذن الله الفيديو الجاي هيكون عن ضبط زر الحركه باذن الله ان شاء الله. مش هحرق عليكم كتير، بس انا يعني بص هذهلكوا اقسم بالله هذهلكوا. تمام. فبس كده يا اخواتي، كده يكون الفيديو بتاعنا خلص لحد النهارده. متنساش لايك شير سبسكرايب فعل الجرس عشان كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.